وهذا أصل قرآني محمس، وهو أن القرآن الكريم إذا عرض لشيء هل يدل على أهمية ذلك الشيء واهتمامه بذلك الشيء أو لا يدل؟ ماذا تقولون؟ أجيبونا بنعم أو لا، أي منهم؟ إذا قلتم لا، إذن كيف تقولون هو المحور الأصلي وهو الكتاب الأساسي وهو دستور الإسلام وهو تستطيع أن تقول هذا الكلام إذا قلت لا؟ إذن لابد أن تقول إذا عرض القرآن لشيء هذا معناه أنه يعطيه أهمية خاصة، يعني يجعله من المباني الأساسية لمنظومته شنو؟ المعرفية. فإذا ترك شيئا ولم يتعرض له شو تقولون؟ ها؟ سكتوا ليش؟ ها؟ شنو؟ القرآن عرض لشنو؟ ها؟ عرض لأبي لهب، قال تبت يدا أبي لهب. بينكم وبين الله أبو لهب أهم في القرآن لو الإمامة الشيعية أهم؟ ياهو أنتم تجعلوها إذا مو أهم من التوحيد فهي في عرض شنو؟ تقولون اللي ما عند إمامة توحيده يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. إذن إن لم تكن أهم من التوحيد فهي شنو؟ شرط التوحيد. قد عرض لها القرآن أو لم يعرض؟ يلا جاوبون. قرآن ها؟ لا تقول الرواية ها؟ الرواية اختلفنا فيها، هو عنده البخاري وأنا عندي شنو؟ كافي. تنحل المشكلة ولا ما تنحل؟ المتفق عليه وين؟ قرآن. ائتني بآية من القرآن قال ضرورة وجود إمام في كل زمان. قل لي هذا. ما يريد أصلا يذكر الأسماء، ما يريد الاسم، ولكن قال ترى يوجد إمام معصوم في كل شنو؟ ها؟ زمان. وين عندك هيك آية في القرآن؟ عندك؟ لا تقرأ لي بأنه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، تقول لي بأنه روايات. شو سوى بالرواية؟ خو ندعو بإمامهم، خو إمام زمان كل زمان. هذه إشكالية الطرف الآخر، التفتوا إليها وابحثوا. هو ما يقول بأنه أساسا أنا لا أقبل إذا جاءت آية في القرآن في ضرورة الإمامة أنا أرفض الإمامة. يقول أين في القرآن؟ إذا قلتم لم يعرض القرآن إذن من الأصول المعرفية الإمامة أو ليست كذلك؟ ليست كذلك. إذا هي على حد التوحيد، على حد النبوة، على حد المعاد، أليس مئات الآيات وردت في هذه الأصول؟ أنت في إثبات توحيد الله تحتاج إلى الرواية؟ فاعلم أنه لا إله إلا هو. توحيد، نبوة، بلي، معاد، مئات الآيات. آية واحدة في الإمامة الخاصة الشيعية، ها؟ تقول له قرآن قايل، تقول له وين؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، عدد الأئمة 12. بينك وبين الله هذا منطق؟ هذا آية مرتبطة شنو؟ بعدة الشهور، وشنو علاقتها بعدد الأئمة؟ لعله في الباطن مرتبطة، ولكن بحسب قواعد الظاهر مرتبطة. لو ما مرتبطة لا علاقة لها. شنو علاقتها؟ إني جاعلك للناس إماما، وهاي الآية مربوطة بمن؟ ها؟ بإبراهيم. عد جابها الإمام الجواد مولانا. بينك وبين وجه الرابط شيء آخر. شنو وجه الرابط؟ وأين تذهب؟ وين تذهب؟
للرواية. إذا وصلنا للرواية هو يقبل منظومته الروائية وأنت تقبل شنو؟ منظومتك. ما انحلت. عد هي يستدلون القرآن. التفتوا جيدا، القرآن قال الصلاة ورسول الله بين عدد ركعاتها. عجيب، أنت تقيس الصلاة بالإمامة؟ الصلاة من الفروع وعدد ركعاتها من فروع الفروع. هذا قياس مع الفارق لو مو مع الفارق. شنو مولانا؟ والله مثل الصلاة ما بين شرائطها، هو يقبل الإمامة مثل شنو؟ ثم في النتيجة القرآن الكريم قال شنو؟ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. فأصل الصلاة ثابتة شنو؟ قرآنيا. ثبت لي أصل الإمامة شنو؟ قرآنيا. أتحداكم علميا أن تثبتوا أصل الإمامة قرآنيا، حتى ليست مثل الصلاة.